مساء الخير عليكم، رجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. النهاردة راجعة لكم بحوار عن النقد اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، إن كله بينقد بعضه. بس النهاردة أنا راجعة أتكلم على أنا شفت فيديو لواحد خليجي أو واحد عربي من بلد عربية، يعني بينتقد حاجة في مصر. يعني هو كان في أجازة في مصر وبينتقد حاجة ما عجبتوش في مصر. ففي واحد مصري عامل فيديو بيقول له احنا مصر هتفضل يعني احسن حاجة، و يعني هو الفيديو بتاعه بينوه ان الراجل ده بيشوه صورة مصر بالاخر. بس انا عايزة اقول لحضرتك حاجة، اللي عامل الفيديو ده لما يكون في نقد هادف او يكون في نقد هيغير للاحسن، اوكي، ليه ما ناخدوش؟ او ليه من accept، يعني ليه ما بنرضاش بالواقع؟ ليه ما نرضاش ان احنا نغير عشان نبقى احسن، بالذات لما يجي عند بلدنا؟ زي ما انا قلت في الفيديو بتاعي اللي قبل كده ان كله دلوقتي بقى نقاد. كله واحد مش عاجبه حاجة يطلع ينقد من غير اي فهم ولا آم، معلومات ولا اي حاجة، يعني لا بيبقى قاري ولا فاهم ولا عنده اي خلفية خالص عن اللي بيحصل. لكن لما تيجي عند بلدنا وحد يدينا كومنت او حد يدينا تعليق على حاجة هو ما عجبتوش، لازم نغيرها. طبعا كله هيسأل انا بتكلم عن ايه. اول حاجة، الراجل الخليجي ده اللي كان نازل مصر اجازة اتكلم على الحاجات اللي بيقابلها في المطار، واللي هي اللي انت اول لما بتنزل المطار بتقابل. تدخل حمام المطار تقابل حد عايز فلوس، تطلع من حمام المطار رايح تجيب شنطك وتشيلها بتقابل حد عايز تشيل الشنط. ويعني المشكلة انهم بيغلسوا. يعني المشكلة يا جماعة، لازم كلنا نفهم ان احنا بلد عندنا كرامة، ولازم كل واحد فينا في مصر او مصري او عربي يحافظ على كرامته. بس انا هنا بتكلم في الفيديو ده خصوصا عن مصر، لان الراجل لا عجبه ما عجبوش ان هو طالع من الحمام حد يقول له هات فلوس. وصممين، هو بيقول هم مصممين. هو ممكن يكون كان شارح وجهة نظره بطريقة غلط شوية، او وصلها بطريقة مش حلوة، بس هو عنده حق. انا واحدة من الناس لما بنزل مصر انا لفيت بلاد عربية كتير جدا. ومش بقول كده علشان الناس تعرف ان انا لفيت، بس عشان ان انت تعرف ان انا لما بروح بلد عربية او لما رحت بلد عربية قبل كده، عمري ما بقابل حد لما بدخل الحمام. عمرك ما تقابل حد واقف لك على باب الحمام وعايز فلوس. في ناس بتنظف الحمامات بس مش عايزين منك فلوس، هما مالهمش دعوة، هما بياخدوا ما هي في الاخر. يعني اخر الشهر كل واحد فيهم بياخد ما هي على الشغل اللي هو بيعمله. ومحدش يطلع يقول لي دول غلابة ومحتاجين مهما كنت غلبان ومهما كنت فقير، انت واجهة بلدك ولازم يكون عندك كرامة. الفقر عمره في حياته ما كان سبب او كان شماعة الناس تعلق عليها انهم ما عندهمش كرامة. الكرامة اهم حاجة. يا جماعة ربوا عيالكم وتعلموا ان يكون عندكم كرامة. انت واقف بتشتغل وبتاخد ما هي، بلاش تنقص نفسك. انا رحت في عمان. عمان من احسن البلاد اللي انا زرتها. اي حمام كنت بدخله في اي مول كان على طول في حد بيشتغل وبينظف في الحمامات. بس عمرها ما تقولك هات ولا حتى في المطار. في المطار بقى مستحيل، يعني انا بتكلم على الشوبينج سنتر ولا المول ولا مش عارفة ايه، علشان يعني في ناس هناك بتشوف. في المطارات مستحيل، لا في دبي ولا في عمان ولا في قطر. ومحدش يطلع يقول لي دي بلاد غنية واحنا بلاد فقيرة. لان يعني زي ما قلت لكم في اول الفيديو، الفقر عمره ما كان سبب في ان البني ادم ما يكونش عنده كرامة. فلما يكون حد يطلع ينتقدنا، ده نقد هادف. ليه؟ عشان احنا لازم نغير الصفة الوحشة دي في مصر. لان الصفة دي الناس بتشوفها اول ما بتنزل المطار، يعني دي واجهة البلد. المطار الواجهة، انت بتشوف ناس البلد في المطار، بتحب البلد من المطار. اما تشوفي الناس بتضحك انا لما بكون رايحه مصر وطياره مثلا الساعه 3 الفجر او الساعه 4 الفجر، الناس اول حاجه بتبقى مكشره، ما تشوفش ولا واحد بيضحك. تاني حاجه الموضوع الحمامات والفلوس والشنط انا لما رحت الاردن ونزلنا في المطار كان في ناس بتشيل الشنط، بس احنا واحنا نازلين انا بصراحه الموقف خلاني احترمه.
واحنا نازلين، احنا خلصنا نزلنا من على الطياره وختمنا الباسبورات ونازلين على السلالم ورايحين نجيب الشنط بتاعتنا، وقابلنا واحد واحنا نازلين من على السلالم بيقول محتاجين ان حد يشيل لكم الشنط، فقلنا له لا شكرا. خلاص، والله العظيم هي بالظبط كده، هو قال لنا انتوا محتاجين حد يشيل الشنط واحنا ردينا قلنا شكرا، والموضوع انتهى هناك. ولا اتحايل ولا مشي وراك ولا جري وراك ولا معلش ولا انا هساعدك ولا انا، مفيش الكلام ده. ليه عندنا احنا في مصر الكلام ده ليه؟ اول حاجه انا بحب مصر جدا وبحب بلدي جدا وبزعل على بلدي جدا، فليه بلدي ما تكونش احسن حاجه؟ ليه بلدي ما تكونش الواجهه بتاعتها من المطار زي دبي وزي قطر وزي عمان وزي الامارات ولا ابو ظبي واي حته بتروحها، الاردن، اي حته. ليه ما نبقاش زيهم؟ ليه احنا عندنا ايه اقل منهم علشان ما نبقاش زيهم؟ الفكر بقى. يعني حتى النقد، يعني لما حد طلع نقدنا، في نقد هادف، وفي نقد بيدمر، وفي نقد في حد يطلع يقول لك نقد هو مش فاهم. لان الراجل لما عمل الفيديو هو بيقول هو فعلا بيحب مصر، هو ممكن يكون فعلا بيحب مصر وكان فرحان جدا ان هو رايح يزور مصر، لان تقريبا 3/4 الدول العربية او الخليجية لما تروح هناك وتسألهم يقولك احنا بنحب مصر ونفسنا نزور مصر ونبقى سعادة في مصر وكل الحاجات دي. ليه احنا بقى بنوريهم صورة وحشة عن مصر؟ انا نفسي حد يرد عليا، ونفسي حد يرد عليا ليه احنا مش بنصلح ده. انا مش هقول يطلعوا لهم ماهيات اكبر، علشان لان في الاخر ملوش دعوه بالماهيه، على فكره هو له دعوه بالفكر. ده فكر شعب، يعني دي منتاليتي، دي الفكر بتاع الشعب بتاعنا، ودي من اسوأ الحاجات اللي بشوفها في مصر. بس انا مش طالعه عشان انتقد، انا طالعه علشان انا نفسي ان الصفه دي بالذات تتغير، ان الناس تفهم، انهم يعلموا الناس ازاي لما يكون انت في شغل، انت في شغل وبتاخد ماهية، خلاص الموضوع انتهى. ما هو انت مش قاعد مثلا على باب جامع بتشحت، خلي اللي قاعد على باب الجامع اللي بيشحت او اللي قاعد في الشارع بيشحت، اوكي مفيش مشكلة، هو ما عندوش شغلة تانية الا دي. لكن اللي في المطار بيشتغل بينظف حمامات او احنا عندنا هنا، ما عندنا في ناس كتير بتنظف حمامات هنا. مستحيل 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 ان انت تخش الحمام وتطلع، دي بقى يعني من رابع المستحيلات. هم اصلا يعني انا متهيألي هم حتى الاجانب مش بس العرب لما بينزلوا مصر ويشوفوا الحاجات دي بيجي لهم شوك. فيا جماعة مش كده والله، بيضوا وجوهنا وخلوكوا واجهة حلوة لمصر، وخلي الناس تحب مصر من ساعة ما تحط رجلها في المطار، يا ريت. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واستنوني فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.